تخيل تروح انترفيو الاتش ار اول ما تمشي يقول لا يا جماعه مش ده اللي كنا بندور عليه. طب هو ايه اللي حصل؟ انت مش وحش، بس يمكن وقعت في واحد من الثلاث فخاخ دول. اول فخ انك تروح المقابله وانت مش عارف الشركه دي بتعمل ايه اصلا. تخيل تبقى داخل مكان واللي قدامك بيقول لك ايه اكتر خدمه احنا بنقدمها، وانت ما تبقاش عارف اصلا ايه مجال الشركه اللي انت رايح تقدم فيها. كده انت حرفيا بتضرب نفسك بالنار. خد دقيقتين قبل المقابله ابحث في جوجل او لينكد ان عن الشركه عشان تبان انك مهتم. تاني فخ انك تقول للاتش ار انا ممكن اشتغل اي حاجه. الاتش ار لما بيسمعها بيحس انك نفسك في المرتب مش في الوظيفه، وده بيخوفه. دايما ركز على حاجه محدده، زي بفضل الشغل اللي فيه تعامل مباشر مثلا مع الناس او المبيعات. تالت فخ انك ما تسالش. ناس كتير بتخرج من الانترفيو ساكته كانهم في لجنه امتحان، بس لما تسال سؤال ذكي بتظهر اهتمامك بالشركه. زي ايه اهم مهاره بتخلي الموظف هنا ينجح بسرعه؟ ايه اللي ممكن اعمله عشان اترقى في فتره قصيره؟ وعايز اقول لك ان الانترفيو مش اختبار، دي محادثه. لو عايز اقول لك في الفيديو الجاي ازاي تجاوب على اسئله الانترفيو الصعبه باسلوب احترافي، اكتب لي انا عايز اتعلم الانترفيو.